يكلمكم عن حاجة مهمة جدا يا جماعة في عمود الكام. المشكلة الكبيرة لما تقع فيها جميع الصناعية. هنتكلم بخصوص عمود الكامة بالكامة وبالأخص الساعة بتاعت عمود الكامة. أول حاجة الساعة دي لها ميزات كتيرة. أول ميزة معانا الساعة دي بتبقى بتتحرك كده وهو شغال العمود. تمام، بتوزع الزيت في الخزنة في راس الصباع. الحركة دي كده بتوزع الزيت في راس الصباع. هتقول لي طبعا الزيت طالع فوق وفي زيت كتير فوق، بس دي بتوزع الزيت بالطريقة المناسبة ل... في الخزنة وفي جلد الصباب بالأخص، لأن جلد الصباب لازم يبقى غرقان في الزيت، عشان لو جت زي لو قل الزيت عن جلد الصباب هيحرق معاك جلد الصباب، وهتدخل معاك المكنة وتاكل زيت. الساعة دي لها مهمات كتيرة ولازم تبقى موجودة. طيب ماشي. لها وظيفة تاني، إن هي بتنزل صباب الحريق. بتفتح معانا الصباب الحريق عند أول ما يجي عند بنز الساعة كده، بتفتح معنا الصباب الحريق يطلع السخونة والعدم من المكنة عشان تبرد برضو الموتور. يعني بمعنى صح، الصباب ما يفتح بتاع الحريق مرتين، مرة عند بنز الساعة كده، ومرة تاني طبعا لما ما ينزل الصباب الحريق عشان تبرد معنا الموتور. تالت حاجة صوت التكة، صوت رنة البلد. بتدي معاك الصوت بتاع رنة البلد زي ما بيقولوا عليها يعني. مشاكل الساعة دي، يا لا مشاكل برضه. ممكن تتكسر في الخزنة. لو اتكسرت في الخزنة تعمل لك مشكلة كبيرة. أحيانا تدقر في الخزنة في عمود الكامة، ممكن تخرم معاك الخزنة، أو ممكن توقف لك عمود الكامة، أو تكفش المكنة ما ترضاش تلف. تاني عيب، لازم نخلي بالنا من البنز ده. لو عالي زيادة عن اللزوم فوق يبقى مش هينفع، هينزل الصباب قوي لتحت، هيخلي الصباب يفتح، هتهرب معنا الكبس. لكن هي بطبيعتها مش هتهرب الكبس، عشان ما تقوليش مثلا بتهرب معي الكبس، بتخلي المكنة مش منظمة. لا، الساعة الأصلية ما بتهربش معنا الكبس، لأن عند نقطة الحريق لما تبقى الصبابين قافلين، لما تبقى الشاكوش مش اما يبقى فاتح عند نقطة الحريق، يعني عند نقطة الحريق الصبابين قافلين، الشاكوش اما يبقى هنا كده بالظبط، مش اما يبقى لسه وصل للبنز ده عشان يفتح، يعني يمشي اما تهرب معنا الكبس. تاني مشكلة ملحوظة، البروز ده، التجويف ده، لو كبر لي جوه كده اعرف ان هو مش هتظبط معنا المكنة برضه. لازم البروز ده يبقى نص المسافة دي اللي بتحمل عليها البلية كده، تبقى نص المجرى بتاعت الشاكوش، ميبقاش محمل عليها كلها. ولازم تبقى، لو عايز تشغل العمودة صح، الساعة دي صح، تبقى العمود الأصلي، عشان الساعة بتاعت العمود الأصلي ما تبقى مظبطة وما تستحمل معاه. ولو الساعة لو قل عليها الزيت ممكن تتقطم برضو، عشان لازم برضو تخلي بالك ان هي ما تتقطمش في الموتور. لازم يبقى طالع الزيت حلو، ولو السوستة بتاعتها ضعفت اللي هي ما تردها تاني دي برضو مش هتشتغل معاك كويس. الشاكوش يبقى كويس معاك، الشاكوش بلية الشاكوش لازم تبقى كويسة معاك، عشان تشتغل معاك الصح، تشتغل معاك الساعة مظبوط. ولازم الرودية بتاع الصباب برضو والصبابات تبقى حابسة كويس عشان تشتغل معاك الساعة كويس معاك. لو عايز مثلا تلغي الساعة دي، هل مثلا ان انت لو لغيت الساعة مش هتشتغل المكنة؟ لا، هتشتغل وهتبقى كويسة، هتشتغل معاك صح. بس طبعا ميزتها
زي ما احنا قلنا. طيب لو لغينا الساعة دي مثلا، ممكن تلغيها لو هي عالية البنز ده زيادة عن اللزوم. بس في نقطة، لو المجرة دي بتاعت بنز الساعة كبيرة، يعني هي المفروض تبقى نص نص المسافة دي اللي بيتحرك عليها الشاكوش. طب لو كبيرة زيادة عن اللازم، هيجي عندها الشاكوش وهيغطس تحت كده، هيدي بوش، هيدي معاك صوت تكيهات، هيدي معاك صوت عالي. عشان تقفل مثلا على التكية عند البوش، هيجي بعد البوش او قبل بنز الساعة او بعد بنز الساعة هتلاقيه حمل، فهتهرب معنا كبس، مش هتشتغل حلو. فلازم يبقى مكان الشاكوش يبقى نص المسافة دي، لو اكتر من كده مش ينفع. يبقى زي ما قلنا يا جماعة ان الساعة دي لها ميزات كتير، واهم ميزة فيهم واحسنهم ان هي بتنشك زيت عشان تغذي الراس كلها بالزيت المظبوط بالطريقة المناسبة، وجلد الصواب يفضل لاين بالزيت، والمكنة عمرها يطول معاك العمرة وتبقى مظبوطة معاك. ولو في أي معلومة، أي استفسار، أي سؤال، اكتبوا لنا في التعليق واحنا هنرد عليكم إن شاء الله باللي هيفيدك. لو استفدت معنا حتى بمعلومة، دعمنا بلايك واشتراك في القناة.